اي واحد في الدنيا يتمنى ان اخته الكبيره تبقى وينزداي ادمز. اخوها قال لها في واحد بيضايقني، فاستنت اللي بيضايق اخوها ده لما ينزل يعوم، وراحت جايبه كيس مليان اسماك بيرانا ورميهم له في الميه. مسلسل وينزداي اللي بيتعرض على نتفليكس انصحكم تتفرجوا عليه، سواء بتحبوا ذا ادمز فاميلي او ما تعرفهمش. ادمز فاميلي ابتدوا على ايدين تشارلز ادمز ككاريكاتير في ذا نيويوركر، ومن كتر النجاح اتعمل منه ادابتيشنز كتيره جدا، انيميشن ومسلسلات وافلام. الفيلم القديم انصحكم تروحوا تتفرجوا عليه، الفيلم ده اللي عمل له الاغنيه ام سي هامر، وام سي هامر ده جده المجال. الاحداث بتبتدي بوينزداي بتروح مدرسه نيفر مور، مدرسه ابوها وامها القديمه اللي فيها الناس اللي شبهها، وبتحصل فيه احداث وجرائم غريبه. وينزداي لما بتخش مدرسه بتبتدي تكتشف ان هي عندها قدرات خاصه، في نفس الوقت بتبتدي تتعرف على الناس. في مسلسل من اخراج تيم بيرتون اللي عمل العظمه دي كلها، فده معناه انك انت داخل على حاجه فيجوالي حلوه، والستوري تيلينج بتاعه كمان حلو. الممثله اللي عامله وينزداي جينا اورتيجا عملت حاجه غريبه جدا، هي بوكر فيس، وكل الانفعالات اللي تتخيلها مطلعها وهي عامله كده. هي هتوصل لك عملتها ازاي مش عارف. المسلسل الجونر بتاعه دارك كوميدي تين دراما، بس هو ولا هو توايلايت ولا هو هوتيل ترانسلفينيا، هو في الدارك هيومر بتاعه. هل لازم تكون اتفرجت على ادمز فاميلي قبل كده؟ لا، يفضل بس لا، ممكن تتفرج عليه عادي على طول. هل ينفع كديت؟ ينفع كموفي نايت؟ ينفع للاولاد الصغيرين؟ لا، هيبقى مزعج جدا للاولاد الصغيرين. ناس من هذا الامين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.